عايز اقول لك ان زي ما انت كبني ادم ليك بصمه في صباعك، برضو الكنتالوب كل حبايه ليها بصمه. رغم ان شهور الصيف خلصت واحنا دلوقتي في عز الشتاء، لكن هتنزل السوق هتلاقي فيه بطيخ. مش بطيخ بس، لا ده بطيخ وكنتالوب. بس تفتكر انا جايبك ومقعدك قصادي في الفيديو ده علشان خاطر افرجك على الكنتالوب العادي؟ طبعا لا. بس قبل ما ننقل على انواع الكنتالوب الثانيه اللي انا هفاجئك بيها النهارده، خليني افرجك واقول لك على معلومه يمكن انت اول مره تعرفها. شايف انت التجزيعات اللي موجوده دي؟ عايز اقول لك ان زي ما انت كبني ادم ليك بصمه في صباعك، برضو الكنتالوب كل حبايه ليها بصمه. مستحيل تلاقي في حبايه كنتالوب ليها نفس الخرابيش اللي موجوده في حبايه ثانيه. المعلومه دي جديده عليك؟ قول جديده، انا عارف. طيب نركن الكنتالوب البلد بتاعنا هنا اهو، وتعالى افرجك على ثاني نوع من الكنتالوب بيقولوا عليه الشهد، بس انا بقول لك ده مش شهد، ده ماس. لان الشهد بتبقى حبايه طويله كده مختلفه عن ده خالص. وخد بالك ان الماس ده في نوع ثاني منه بيجي من اسبانيا ومن ايطاليا، وسعره قد سعر الماس ده 100 مره. نركن الماس ده على جنب وادخل عليك بالنوع الثالث، كنتالوب الشلنتيه. في روايه اخرى الشرنتيه. اتفرج كده على شكله، عشان ده كمان بيتقال عليه البطيخ الياباني وبيتقال عليه البطيخ الاسترالي. كل ده ملناش دعوه بيه، ده اسمه شلنتيه او شرنتيه. طب ادي قدامك كده 3 انواع كنتالوب، تعالى نفتحهم ونشوف بيقولوا ايه من جوه. نبدا بالكنتالوب البلدي اللي انت عارفه. خليني اقول لك على معلومه مهمه، وانت بتشتريه نقي الحبايه الناعمه، لان ساعات كتير بتكون قطع من الحبايه الخشنه. افتح الناعمه ولا الخشنه؟ نفتح الخشنه. خلاص نفتح الناعمه، يلا بينا بسم الله. ده شكل الكنتالوب المصري اللي انت عارفه كويس قوي. نقطع حته عشان ندوق ولا نفتح اللي بعدها؟ نفتح اللي بعدها. خلاص نقطع حته عشان خاطر ندوق. نفتح الشلنتيه ولا الماس؟ الماس. خلاص نفتح الشلنتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ريحه خيار قوي. جاهزين للمفاجاه؟ 1 2 3. يلا بينا. ده شكل الكنتالوب الشلنتيه. ايه بقى؟ ايه ليه؟ نفتح الماس ولا ندوق؟ خلاص نفتح الماس. بسم الله. حاسس ان انتوا فقستوا الموضوع سيكا، بس ماشي قشطه. بسم الله. جاهزين للمفاجاه؟ 1 2 3. يلا بينا. اتفرج على الماس من جوه شكله عامل ازاي. الناس اللي عندهم فوبيا الثقوب اتفرج كده وملي عينك من الحاجات الفظيعه اللي جوه دي. هنا بقى هنفتح عشان ندوق كله مع بعض. وعلشان نتاكد من المعلومه اللي بتقول ان الحبايه الناعمه مسكره اكتر من الحبايه الخشنه، تعالى نفتح الحبايه الخشنه بتاعه الكنتالوب المصري. جاهز للمفاجاه؟ ما تعدش، الموضوع مش مستاهل، ما انت لسه شايف اختها من شويه اهي. اقطع حته. والله فعلا بجد من غير تريقه، كان في حد بيقول ان الحبايه الناعمه دي انتهى والحبايه الخشنه ذكر. هي دي تقطيعتها فعلا رزله، فهل عشان هي ذكر؟ هنعرف دلوقتي. هنجرب اول حاجه الكنتالوب المصري، المفروض ان هو انتهى. بسم الله. دوقي. كل واحد يقول رايه لوحده بمنتهى الصراحه والشفافيه. 5 على 10. كم على 10 يا سمر؟ 4. كم على 10 يا فريده؟ كم على 10 سليم؟ 100. 100. سليم اصلا ما بيعرفش يدوق، هو اول مره في حياته تقريبا ياكل اصلا كنتالوب. نجرب الشلنتيه. بسم الله. لا العب الشلنتيه. الله عليه. الشلنتيه كم على 10؟ 9. ها 7. 100. برضه 100. الواد ده ما فيش بق اصلا. انا بالنسبه لي الشلنتيه 10 على 10. ندخل على الماس. بسم الله. جربي، كل واحد ليه بقه. انت مالك؟ الماس كام على 10؟ 2. 1. 10. بقه بايظ. 2 على 10. الكنتالوب المصري الذكر. بسم الله. وشوش الذكر. دوقي. كم؟ 3. كم؟ 2. كم؟ 9. قولا واحدا سليم بقه بايظ. هي 2 على 10 فل قوي. طيب خليك عارف كويس قوي ان الكنتالوب من الفواكه اللي فيها محتوى ميه عالي جدا، وفيها كمان نسبه الياف محترمه قوي. علشان كده ممكن يبقى من الفواكه اللي تدخل معاك في نظامك الغذائي لو بتعمل دايت. الخلاصه لو انت عايز تجرب نوع كنتالوب مسكر جدا، ارشح لك بقوه كنتالوب الشلنتيه اللي هو شكله ده. اما الماس او اللي بيسموه شهد ما رشحهولكش خالص. ما لقيتش الشلنتيه ولقيت قدامك الماس، سيبه برده وركز في الكنتالوب المصري، طعمه حلو جدا. ونيجي لقطه السعر اللي انا عارف انك قاعد مستناه من اول فيديو. كيلو الكنتالوب الشلنتيه المستورد عامل في حدود 250 وممكن يوصل ل 300 جنيه، انما المفاجاه الحبايه دي انتاج مصري عامله في حدود ال 25 جنيه الكيلو. كيلو الماس المستورد عامل في حدود 400 جنيه، اما الانتاج المصري اللي انت شايفه قدامك ده الكيلو بتاعه ب 20 جنيه. واخيرا وليس اخيرا كيلو الكنتالوب المصري عامل في حدود ال 9 جنيه. يعني الخلاصه كنتالوب الشلنتيه المصري لو لقيته هاته وانت مغمض، ما لقيتوش ولقيت الماس ما تجيبوش. ممكن تجيب عادي جدا البلد اللي انت عارفه، انما اي حاجه من دول مستورده ما تجيبهاش. ليه؟ عشان انا جبتها مكانك.